تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أقيم سباق ماراثون هاربر رو الخيري بتنظيم من شركة GFH العقارية والمؤسسة الخيرية الملكية وبالتعاون مع لجنة عدائي البحرين، حيث يذهب ريعه لدعم وإتاحة فرص العمل للأرامل في مملكة البحرين من خلال مشروع المطبخ الإنتاجي والمقدم من المؤسسة الخيرية الملكية. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن سباق ماراثون هاربر رو الخيري يعكس الدور الإنساني للرياضة، إذ لا تقتصر أهمية الرياضة على التنافس والسعي نحو تحقيق الألقاب، بل تتجاوز ذلك عندما يتم تسخيرها لتحمل في مضامينها معاني وقيما نبيلة، لتصبح بذلك وسيلة هامة في خدمة وتعزيز العمل الخيري. وأكد سمو أن حرص المواطنين والمقيمين على المشاركة في مثل هذه الأنشطة والفعاليات يعكس حجم مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة في الحفاظ على سلامة وصحة الإنسان ودورها في تعزيز نشاطه وبث مشاعر السعادة والرضا في نفسه، إذ أنها وسيلة رئيسة لتغذية الجسم باللياقة والطاقة والقوة التي تمكنه من العطاء والإنجاز في حياته، مشيرا سموه إلى أهمية زيادة تنظيم مثل هذه المناسبات التي تشجع الناس على القيام بنشاطات بدنية والانتظام في ممارسة الرياضة. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بجهود شركة GFH العقارية في تعزيز القيم الإنسانية عبر تنظيمها مثل هذه الأنشطة والفعاليات التي تحمل معاني وقيما نبيلة وتعكس الدور الذي تطلع به الشركة في تعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية، مثنيا سموه على جهود كافة المنظمين الذين أسهموا بخروج السباق بصورة مميزة ورائعة. وبلغت مسافة السباق الذي انطلق من موقع مشروع هاربر رو بمنطقة المرفأ المالي كيلومترين، وقد ألقيت قبل بدء الماراثون الذي شهد مشاركة أكثر من 200 شخص يمثلون مختلف الفئات العمرية كلمات من الجهات الراعية والداعمة. بعدها أعلنت اللجنة المنظمة عن انطلاق السباق وسط أجواء من الحماس والفرح.